القصة بتبلش بتيا، بنت خرسة حياتها بتتغير لما أمها بتجبرها تتقمص شخصية أختها التوأم ياو وتاخد مكانها بليلة العرس مع ينشين. الخدعة صارت لأنه ياو مو بنت نظيفة، وهالشي مرفوض تماماً عند ينشين، فكان لازم تيا تاخد مكانها بس بهالليلة وتروح مع الفجر. سبب هالتضحية كان خطير، أبو تيا مسجون، وكانت هاي هي الطريقة الوحيدة كرمال تساعده. من سنين أمها تركت الأب وخلته مفلس، وتركت شيا كمان بسبب إعاقتها لتتزوج رجال ثاني. بس ليلة العرس ما مشيت مثل ما كان مخطط، وجين تشين كان مليان شغف ومندمج بشكل كامل، ومع الفجر كان لطيف وحنون مع تشيا لدرجة أنه عطاها سوار للكاحل. لما ياو طالبت بعصبية لأنه تشيا ما راحت فوراً بعد الليلة، تشيا حكت لها إنه ينشين ما تركها طول الليل، والكدمات بجسمها صارت دليل إذا ياو بدها ترجع السوار الكاحل لازم أول شي تجيب مفتاح بملك ينشين لحتى ينشال. من جهة ثانية الأخت الصغيرة لتشيا بتعطيها فرصة جديدة لتساعد أبوها كرمال تحضر مزاد مجوهرات لتكون مستشارة لمشتري مهم. تشيا بتوافق لأنه هي خبيرة بالمجوهرات وبالأحجار الكريمة. خلال المزاد جين تشين بيخبروه بأنه شافوا مرته هنيك، وبينكشف أنه من أكثر من 5 سنين عم يدور على مرة، وبيعتقد أنه لقاها أخيراً. بالمزاد هي بتنصح بثقة وبدقة، وبتلفت نظر السكرتير مع أنه شي جوا بيخليه يشك، بس هي خرسة. بيطلع السؤال، هل هي فعلاً ياو زوجة ينشين ولا شخص تاني؟ قبل ما ينحسم الموضوع تشيا بتشاور على حجر قليل القيمة وبتدله إنه يزايد عليه، بس الناس بتسخر وبيقولوا إنه الحجر أبداً ما إله قيمة، والسكرتير بقرر إنه ما يزايد. هون تشيا بتحاول إنها تروح، بس رجال نافذ بيمسكها بعنف. لما بتدافع عن حالها بلغة الإشارة الحارس بيسيء فهم حركاتها وبيقرب يضربها. بهاي اللحظة بيطلع ينشين وبدون تردد بفوت بينهم وبيحميها. لما تشيا بتتعرف عليه بتتجمد من الخوف إنه ينكشف أمره، وبتستغل اللخبطة وبتفل بسرعة قبل ما يقدر يشوف منيح. بعد ما تروح الرجال بيقولوا لينشين إنه الحجر يلي أشارت عليه تشيا مو حجر عادي، بل واحد من آخر الأحجار الأسطورية بالسوق، وقيمته بتتجاوز $1,000,000. لما ينشين بينتبه إنه البنت اختفت بيبلش يدور عليها بكل المزاد، وبهذا الوقت تشيا بتتواصل مع ياو يلي بتكون خايفة كتير، وبتطلب منها تجي فوراً خوفاً إنه ينشين يكتشف الحقيقة. ياو بتوصل مستعجلة، وبسبب إهمالها بتدفش عجوز بقلة ذوق، وبدون ما تعرف إنه العجوز يلي دفشتها بتكون جدة ينشين. الجدة بتعصب، بتتصل بحفيدة بتخبره عن تصرف زوجته القاسي والوقح، وبتزرع الشك بقلبه. مساعد ينشين بذكره بتفصيل مهم إنه زوجته خرسة. كل شي ببلش يركب، وينشين بيصير يشك إنه المرة يلي شافها بالمزاد مو ياو الحقيقية، وهو عم يدور عليها بالمبنى. بيرجع بذاكرته ل5 سنين لورا لما حب من أول نظرة بنت اختفت بين الناس، وهالذكرى هلأ صار إلها وجه واضح. وهو عوشك يفتح أوضة مفكرة مختبية فيها، بتطلع ياو وبتناديه بدلال مبالغ فيه. المساعد بينصدم لما بيشوفها عم تحكي، لأنه متذكر إنه زوجة ينشين مفروض تكون خرسة. كمان تصرفات ياو مدللة ومتكبرة غير عن المرة الهادية يلي ينشين بيتذكرها. ياو بتقول إنها درست المجوهرات من وقت خطوبتها، بس ينشين بيرد عليها إنه الخطوبة صلها شهر واحد بس. تفسيره ما أقنعه، ولما بتحاول تقابله ببعد عنه ومقتنع إنه المرة يلي قضى مع ليلة العرس مو نفس يلي قدامه هلأ. ليتأكد من الحقيقة ينشين مع مساعده بيعملوا مكالمة فيديو، بيطلب من ياو تورجي صور الكاحل يلي عطى لياها بليلة العرس. بتتوتر ياو بتورجي كاحل تشيا، وهون ببين جرح ناتج عن العركة قبل لما حاولت تشيل السوار، فبتكذب وبتقول إنه هذا بسبب حساسية. ينشين بيسأل مين كانت البنت يلي نصحتها بالمزاد، ومع إشارات يأس من تشيا ياو بتجاوب إنها صديقة مقربة. وبهذا التفسير ينشين بقرر يقبل مؤقتاً إنه زوجته ومرة المزاد نفس الشخص.
بعد ساعات ياو بتقدر تجيب المفتاح وبتشيل صور الكاحل من تشيا. بهالليلة ياو بتحاول تغوي ينشين، لهيك بتتزين وبتلبس فستان جريء وبتنطره على السرير. لا خلاص مقتنعة إنها رح تقدر تحتفظ فيه. بس جينشين بيوصلوا معه جدته وبيطلب من ياو تعتذر عن تصرفها السابق. ياو بتغلط وبتفكر العجوز خدامة، لهيك بتبلش تهينها بكلام قاسي ومهين. جينشين بيوبخها بقساوة، وساعتها بس بتستوعب ياو إنه هالمرة هي جدته. الجدة بتستغرب كيف حفيدة تزوج مرة بهالقدر من الغرور وقلة الذوق. مكسور الخاطر جينشين بيعتذر منها وبيوعدها إنه رح يطلقها. ياو هون بتتدخل بسرعة لما بتعرف إنه هي على وشك تخسره. جينشين بينغرق بخيبة أمل. لسنين كان مفكر إنه البنت صاحبة النظرة النقية اللي شافها من 5 سنين إنسانة منيحة، بس هلأ صار يخاف إنه هالصورة كانت مجرد وهم. وواحد من مساعديه بيقوله إنه تصرفات زوجته غريبة كتير، لأنه بعد الأوقات بتكون لطيفة وبعد الأوقات بتصير متكبرة. وبيقترح إنه احتمال زوجته يكون عندها ازدواج في الشخصية. وهي مليانة حقد، ياو بتتصل بأمه وهي معصبة وبتحمل تشيا كل الذنب وكل اللي صار معها، وبتقول لها إنه بسببها ينشين صار بيحتقرها. الأم بتطمنها وبتقول لها ما تقلق وإنها رح تتكفل كرمال تخلي تشيا تبطل تكون مشكلة. تاني يوم ينشين بيزور بيت ياو ومصمم يكتشف مين فعلياً المرأة اللي تزوجها. بيقترح اختبار مباشر وبيحط قدامها كم حجر وبيطلب منها تحدد حجر اليشم الحقيقي مثل يلي صار بالمزاد. هون ياو خلاص يعني بتتوتر، بتحاول تتهرب بحجج وبتقول إنه كانوا بس بوليمة وإنها استتعبانة. ينشي برد إنه رح ينطر مهما طال الوقت لحتى تصحى ويعملوا الاختبار. بهذا الوقت بالطابق الفوقاني أم ياو بتأمر إنه يخدروا تشيا، بس الخطة بتفشل. تشيا بتقدر تحرر حالها، بتواجه أمها وبتفهم إنه عمرها ما كان عندها نية حقيقية كرمال تطلع أبوها من السجن. مقررة إنها تنهي الخداع، تشيا بتحاول تنزل كرمال تحكي كل الحقيقة لينشين، بس أمها بتوقفها، بتقول لها إنه مع أدلة بتطلع أبوها من السجن، بس رح تعطيها نصها هلأ والباقي بس إذا تعاونت مرة أخيرة. تشيا بتقبل وبترجع تتقمص شخصية ياو. لما بيشوفها ينشين بينتبه فوراً للجرح يلي بكاحلها، ولما بيلاحظ إنها ما عم تحكي بيسألها عن السبب. هون الأم بتكذب وبتقول إنه زعلانة منه. ينشين يلي صار شكو أكبر بيوضح إنه بيكره الكذب، ومع هيك ياو بتحدد حجر اليشم الحقيقي صح، وبعدها بتحاول تروح، بس ينشين بيصر إنه ياخدها مباشرة عبيته لترتاح هنيك. الأم بتحاول تمنعه بس بتفشل، وقبل ما يطلعوا ينشين بيقرب من تشيا وبيسأل سؤال مقلق إذا فعلاً هي زوجته. وبالأصل ينشين بيأكد إنه إحساسه ما كان غلط وكل اللي حاسس فيه من شك صار حقيقة. بينتج بينشين إنه المرة يلي تزوجها والمرة يلي هلأ معه مو نفس الشخص، وبيستنتج إنه هنن أكيد أختين أو توأم. بيعطي أوامر إنه ينفتح تحقيق كامل بهذا الموضوع. بالغرفة تشيا بتكتب لأمه وبتقول لها إنه هي نفذت كل يلي طلبت منها وهسه لازم تعطيها نص الأدلة. الأم بترد إنه ما رح تعطي للأدلة غير إذا تشيا وياو رجعوا يغيروا أماكنهم لحتى تضل ياو بشكل نهائي مع ينشين. لما ينشين بفوت على الغرفة تشيا بتظاهر إنها نايمة. هو بيطلب منها تضل صاحية لينتظروا كرمال يعني يناموا سوا بعدين، وهالشي بيرجع بذاكرتها لليلة العرس لما الاثنين اكتشفوا إنها أول مرة لإلها وهو طلب منها تتحمل مسؤولية وجوده بحياتها. ينشين بيتأكد إنها مو نايمة وبيحط مرهم بلطف على جرح كاحلة وبيروح وبيترك وراه تصرف حنون. تشيا بتفكره موجه لياو بدون ما تعرف إنه هو صار عارف جزء كبير من الحقيقة. بعدها تشيا وياو بيرجعوا يغيروا أماكنهم بدون ما يعرفوا إنه ينشين عم يراقبهم من خلال كاميرات المراقبة. لما ياو بتحاول تقرب منه بطريقة حميمية، ينشين بيرفضها باحتقار وبغضب، مو بس بسبب الكذب بل لأنه الاثنين فكروا إنهم قادرين يخدعوه. ينشين بخطط يستخدم معرب مجوهرات ضخم ليكشف الحقيقة ويزل ياو قدام الناس كعقاب على خداعه.
بهذا الوقت الأخت الصغيرة لتشيا بتقول لها إنه ينشين أقوى رجال بالصين وممكن يساعدهم يطلعوا أبوهم من السجن، وبتقنعها إنه تشيا أحسن من ياو بكل شي. وهون تشيا بتوقفها وبتذكرها إنه في حدود ما لازم تنكسر وإنها ما رح تخون كرامتها. ياو بترجع تحاول تقرب من ينشين وتنام معه، وبتأكد له إنها استحمت وشالت العطر يلي ما بيحبه. ينشين بيرفضها فوراً وبيبين اشمئزازه اللي بيكون واضح كتير، وقبل ما يروح بخبرها إنه بعد يومين رح يصير معرض كبير وبيتوقع إنه هالمرة تكون جاهزة، وبذكرها إنها قبل كانت تدعي إنها ما تعرف تكون خبيرة مجوهرات تحت الضغط. هون ياو بترجع تكذب، بتقوله إنها بتعاني من شي مثل ازدواجية شخصية، يعني نسخة خرسة وخبيرة بالمجوهرات ونسخة ثانية هي اللي بيعرفها. ينشين بيتظاهر إنه يعني يصدقها. بعدها ياو بتترجى تيا ترجع تاخد مكانها بالمعرض. تشيا بالبداية بترفض لأنه هي تعبت من الكذب على ينشين، بس بالأخير بتوافق لما ياو بتوعدها إنه أحسن محامي بالبلد، محامي ينشين، رح يتكفل بقضية أبوها. بيوصل يوم المعرض، ياو بتتصرف بتكبر وبتحتقر الضيوف، وهالشي بيثير غضب ينشين، وبعدين الأختين بيرجعوا مرة تانية يبدلوا هويتهم. ياو يلي مسيطرة عليها الغيرة بتتذكر إنه ينشين ما لمسها أبداً، وإنه بعد الليلة يلي حاولت تنام معه فيها اختفى يومين كاملين. بتقرر تلبس قناع لتراقب كل شي عن قرب. لا هي ولا تشيا بيعرفوا إنه ينشين صار كاشف خططهم وعم ينطر اللحظة المناسبة ليتعرف. بالمعرض ياو بتقدم تشيا على إنها مجرد مساعدة. ينشين ما بيصدق وقاحتها، ولما تشيا بتبلش تشرح عن المجوهرات بدقة وبدقة، ينشين ما بيقدر يشيل عيونه عنها، وإعجابه الواضح بينتبه له مساعده. خلال رأسة منظمة من ينشين العلاقة بيناتهم بتصير قوية وواضحة، وما عاد في شي إنه ينخبى. تشيا بتحتار وبتسأل حالها إذا فعلا ينشين بحب ياو. غيرة ياو بتنفجر وبتخرب فستان تشيا لتجبرها تترك المكان، ولما بيبقوا لحالهم بتصير مواجهة بين الأختين. تشيا بتواجهها على تصرفها، بس ياو بتذكرها إنه هي بس عم تلعب الدور اللي وافقت عليه. قبل ما يقدروا يرجعوا يبدلوا أماكنهم، ينشين بيطلعوا معه فستان جديد لتشيا وما بيسمح لها تروح. بهاي اللحظات تشيا بتفهم حقيقة موجعة، إنه ينشين ما نام مع ياو من بعد هديك الليلة. القبلة بيناتهم بتأكد شي كانوا الاثنين عم ينكروه، وينشين بيساعدها تغير ملابسها بقرب واضح، بينما ياو عم تراقب ومتاكلة من الغيرة. بنهاية المعرض ينشين بيوضح إنه بده تاني يوم ياو تجيب مع المساعدة يلي لفتت نظره، لأنه ناوي يدخلها على الشركة. هالشي بحط ياو بموقف خطير، فبتطلب من تشيا تلبس قناع وتتظاهر إنه هي المساعدة. تاني يوم الاثنين بيوصلوا على الشركة. ياو بتطلب تفوت فوراً بحجة إنه زوجة المدير التنفيذي، بس سكرتيرة البروكوتور بتلتزم بالنظام وبتطلب إثبات الهوية. الرفض بيجنن ياو وبتفقد أعصابها وبتحاول تعتدي على هديك البنت، يعني إنه تبلش تضربها. تشيا بتتدخل بالوقت المناسب وبتمنع تصعيد الموقف. بهاي اللحظة بيظهر ينشين وبيميز فوراً مين. نظرته بتروح مباشرة على تشيا ومو على ياو، وهالشي بيربك تشيا. ياو بتطالب بطرد السكرتيرة، بس ينشين بيدافع عنها وبيوضح إنها ما رح تتعاقب لأنها عم تقوم بواجبها. بالمكتب ينشين بيأمر بتقديم هدية. ياو بتفكر إنه هاي الهدية رح تكون لإلها، بس الهدية بتوصل مباشرة لتشيا. تشيا لأنها ما بتقدر تحكي بتحاول تتهرب وبتكذب وبتقول إنه عندها مشكلة بالحلق والدكتور منعها من الكلام. ينشين بيطلب دليل وبيضطر ياو تتدخل لتحول الانتباه. تشيا بترفض الهدية بدون ما حتى تطلع فيها، وبتقول إنها إجت تشتغل مو لتاخد هدايا. هالتصرف بيزيد اهتمام ينشين فيها أكتر وأكتر. ياو وهي معصبة بتقترح إنه تشيا تترك الشركة إذا بدها تكمل بهذا التصرف. تشيا بتوافق فوراً وبتقرر تمشي بدون تردد، بس ينشين بيوقفها وبيأمر توقع العقد لتدخل الشركة بشكل رسمي. لما بيبقوا ياو وتشين لحالهم بتحاول تهدي الجو وبتطلب جولة بالشركة. ينشين برد ببرود إنه المظهر مو كل شي، وإنه تشابه الوجوه ما بيعني إنه الشخص نفسه. هون ياو بتتوتر،
كانت خايفة إنه يكون اكتشف الحقيقة. بعدها مساعد ينشين بيكشف له كل الحقيقة، إنه الأختين بدلوا أماكنهم بليلة العرس لأنه يوم كانت بنت نظيفة وكانت في علاقات مع أكثر من رجال، لهيك قرروا إنه يخبوا هذا الموضوع، ولهالسبب أجبروا تشيا تاخد مكانها. ينشين بقرر يجمعهم فوراً، بس بيعرف إنه تشيا قدمت استقالتها وراحت، لهيك بيأمر يلاقوها فوراً واللي تضغط عليها توعدها تساعدها تكتشف مين المسؤولين الحقيقيين عن تلفيق التهمة لأبوها إذا تعاونت مرة أخيرة. وكمان بتكشف خطتها إنها تحذر ينشين بمادة مثيرة لتجبره يضعف. تشيا بتمشي، بس الضمير ما بيريحها. بتعرف إنه رغم بروده ينشين مو إنسان سيء وما بتقدر تهرب بدون ما تحكي الحقيقة، فبتقرر ترجع وتعترف بكل شي. لما بتوصل بتكتشف إنه خطة ياو بلشت بالفعل. ينشين واضح إنه متأثر بالمادة، وتشيا بتحاول تعتذر بس هو مو عم يسمع منيح، وبحالة التخبيص بيمسكها وبينزع القناع عنه وبيوضح إنه هو عارف كل الحقيقة وحتى اسمها الحقيقي. بالرغم من إنه تأثير المادة عليه، ينشين بيكشف حقيقة إنه هو حب تشيا من 5 سنين من أول مرة شافها بشوارع باريس. تشيا ساعتها بتفهم إنه ينشين تزوج ياو وهو مفكر إنها هي تشيا، وإنه الزواج صار بسبب غلط بالهوية بس كمان بسبب حب حقيقي. وليتأكد مين كانت المرة اللي قضى مع ليلة العرس، ينشين بصر بطريقة خطيرة. تشيا بتضربه لحد ما بيفقد الوعي. بعد الشيا وياو بتحاول تستغل الوضع، بس ينشين حتى وهو مو بوعيه الكامل بيرفضها، وهون الحارس بيتدخل بيمسكها وبيطردها، وبأوامر من ياو عم تشيا بيخطفها بقصد إنه يبيع على المجرمين، وقبل ما يقدروا يأذوها ينشين بيظهر وبيخلصها بدون أي تردد. بعدين بياخدها على بيت زوجة أبوها، المرة الوحيدة يلي تشيا اعتبرتها أم حقيقية. هيك ينشين بيعلن إنه هو وتشيا صاروا ثنائي، وهالشي بيخليها محتارة ومظلومة. على انفراد تشيا بتواجهه، وينشين بيكشف إنه هو صار عارف كل شي، تلفيق التهمة الظلمة لأبوها، تلاعب أمها البيولوجية وياو فيها، وإنه بروده كان وسيلة يحمي فيها حاله بعد ما اكتشف الخداع. تشيا بتطلب منه السماح لأنها كذبت عليه وجرحته. ينشين بيطمنه وبيقول إنه بلش يستخدم نفوذه ليطلع أبوها من السجن، وإنه فرص النجاح هلأ صارت كبيرة. لما بينسألوا شو هنن لبعض فعلياً، ينشين بيقول إنه مستعد يثبت هالشي بالأفعال مو بالحكي. تشيا بترد عليه بقبلة، وبهاللحظة بينختم حقيقة كانوا الاثنين عم يهربوا منها. ينشين بيطلق من ياو نهائياً، وبيسحب منها كل الأموال، الامتيازات والدعم عن عيلتها. سقوط ياو بيكون مهين، زوج أمه بيكون معصب، بيضرب ياو وأمه بيهدد يبيعن، وما بيقدروا يعملوا شي ليجبروا ينشين يرجع يتزوجها بدون أي مخرج. ياو بتروح لعند ينشين آخر مرة وبتتوسل يسامحها، بس هو بيرفضها ببرود وبيقول له إنه كل شي انتهى من اللحظة يلي سرقت فيها هوية المرأة يلي هو كان بيحبها، يلي هي أكيد تشيا. تشيا بتظهر بكل وضوح حد ينشين بهاي الليلة، ولأول مرة بدون أقنعة ولا هوايات مزورة. تشيا وينشين بيختاروا بعض عن وعي وقناعة. بعد شوي بتطلع نينغ أخت ينشين، وعداوتها تجاه تشيا بتكون فورية وواضحة. بتحتقرها علناً وبتتهمها إنها ما بتنتمي لعالم، وإنها من طبقة أقل ومجرد عشيقة لأخوها، وبتأكد إنه العيلة مستحيل تقبل فيها. تشيا بتدافع عن حالها بكرامة بدون ما تنزل لمستواها أو تشتم، وبتوضح إنه قيمتها ما بتتحدد باسم العيلة. ينشين بيتدخل وبيوقف معها بقوة، وبأكد إنه تشيا هي شريكته، وإنه ما رح يسمح لأي حدا إنه يهينها. بعدها تشيا بتشرح لينشين بأنه نينغ تم تبنيها وكانت مدللة بشكل مبالغ فيه من صغرها، وهالشي خلاها متكبرة وقاسية، وبتطلب منه ما ياخد بمحمل الجد استفازاتها. خلال الوليمة بمناسبة عيد ميلاد جدة ينشين، تشيا بتقدم هدية أنيقة وبتكسب فوراً إعجاب العجوز، بس باقي العيلة بيكونوا باردين وانتقاديين. زي أبو ينشين بيضحك لما بيعرف إنه تشيا خبيرة تقييم الأحجار، وبيقرر يختبرها قدام الكل. تشيا بتفحص المجوهرات وبتقول بهدوء إنه عدة قطع مزيفة. الأب بيعصب، بيستدعي خبير محترف، والخبير بيأكد إنه القطع المزيفة
هي نفس القطع اللي أشرت عليها تشيا بالضبط. وسط الفضيحة بينكشف إنه شخص حاول يغير المجوهرات الأصلية، وبهاي اللحظة ياو بتدخل وهي مليانة حقد بهدف إنها تنتقم من تشيا. بتحاول تهاجمها بأداة خطيرة، بس جينشين بيتدخل وبيتعرض لإصابة. بينقلوه مباشرة على المشفى بالرغم من إنه هو بيتعافى بسرعة. ياو بيتم القبض عليها وبتنسجن بسبب جرائمها. مع الوقت الحقيقة بتظهر بشكل كامل. أبو تشيا بينتصر وبيطلع من السجن بعد ما تبين إنه المسؤولين الحقيقيين عن المؤامرة كانوا أمه البيولوجية وعمها، واللي بيواجهوا العواقب القانونية. تشيا بتأكد إنه هي حامل بتوأم مع ينشين، وبهاي الطريقة بتنتهي قصة ملخصنا لليوم. بتمنى إنكم تكونوا حبيتوها. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للفيديو، تفعلوا زر الجرس. وبس، كانت معكم آيلا من قناة ملخصات آيلا كوين. نلتقي بالملخص الجاي إن شاء الله. باي باي، بحبكم.